العسل والسكر، صباح ميمو الطعم. اللي هيقول لي انت سايباه واقف على السور كده ليه؟ انا واقفه جنبه. انا ما بسيبوش يدخل غير ما بكون انا واقفه جنبه. ميمو انا اتبنيته وهو عنده سنه وشهرين، وهو بصراحه غير لي مفهوم ان احنا نتبنى قطط كبيره. الارتباط اللي بيني وبينه قوي جدا، هو يكاد يكون يعني ما بنروحش في، يعني انا ما بروحش في اي مكان غير وهو معايا. آه، فأنا بس عايزة برضو من الفيديو ده أوجه رسالة للناس اللي بتتخلى عن القطط الكبيرة. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يعني إيه مشكلتكم مع القطط الكبيرة؟ ليه؟ القط ده دلوقتي داخل معايا تقريبا في 4 سنين أو أكتر كمان. 4 سنين القط ده اتعلق بيا كتير جدا جدا جدا. ما كانش عندي مشكلة خالص يوم ما خدته، عشان كانت عيلته مسافرة، فاخدته وربيته عندي وهو معايا دلوقتي مفيش اي مشكلة معاه. اه طبعا تعبت اول يومين 3 لما دخل البيت، كانت مشكلة بالنسبة لنا. بس بعد كده اخد على البيت واخد على القطط اللي في البيت واخد عليا، وما كانش عندنا اي مشكلة خالص، والدنيا كانت جميلة جدا جدا. اخدته لظروف ان زي ما قلت لكم ان عيلته سافرت، فكنت لازم يعني ده ما كانش ينفع انه يتساب في الشارع خالص. زي ما احنا شايفين كده هو قط مسالم وهادي جدا وعسولة قوي قوي قوي. انا بس عاملة الفيديو ده عشان اقول الناس اللي بتتخلى عن القطط افضل من ان انتوا تتخلوا عنه. الافضل ان احنا نشوف له عيلة تانية. بلاش موضوع رمي الشارع ده، بلاش.